بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بكم حلقه جديده من برنامج ببساطه مهمه اليوم. ومهمتك بكره ان شاء الله ان انت تحفظ التقويم الهجري، تسمعه، تعلمه لاولادك، تعلمه لكل اللي تعرفه. احنا امه ولها يعني تاريخ ولها عزه ولها هويه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه دايما اذا ذكرت العزه تذكر عمر بن الخطاب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اعز هذا الدين باحد العمرين. ففعلا ربنا عز وجل عزنا فعلا بعمر بن الخطاب، اراد انه يعمل هويه لهذه الامه وان يكون لنا تاريخ. فجمع الصحابه وفكروا هل يبداوا التقويم الهجري او التقويم الاسلامي نبداه بهجره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بوفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بميلاده، ولا بالبعثه. ووفقوا الى ان احنا نختار اهم يوم فعلا هو التاريخ الهجري، لان ده كانت فصل ما بين العصر المكي والعصر المدني وبدايه اقامه الدوله الاسلاميه فعلا حقيقيه. مهمتك بكره حاجتين: حاجه اولانيه تحفظ التقويم الهجري، تسمعه وتقوله كويس وتحاول ان انت تعلمه لاولادك كل من حولك. الحاجه الثانيه تفكر في عزه لهذا الدين. ربنا عز وجل عز الاسلام بعمر، وعاش حياته كلها عزيز على الاسلام. انت ممكن تعمل ايه لدينك نرجع تاني لعزه هذا الدين العظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.